لو تخيلت نفسك من غير حاجب تماما. حتى علماء الأنثروبولوجيا بيأكدوا إن الحاجب كان له دور أساسي للبقاء في ظروف الطبيعة القاسية قديما. الحاجب بيجمع بين الجمال والفائدة في تصميم واحد، وده بيأكد إن الحاجب مش مجرد ديكور زي ما ناس كتير فاكرة. لو فكرت شوية هتكتشف إن الحاجب ليه دور مهم جدا في لغة الجسد. لما تتفاجئ الحاجب بيترفع فجأة وبيدي إشارة للناس اللي قدامك. لو زعلان أو غضبان الحاجب بينزل ويتقوس بشكل بيعبر عن إحساسك. أوقات السعادة الحاجب بيبقى مرتاح وده بيوصل للآخرين طاقة إيجابية. الممثلين بيعتمدوا على الحاجب عشان يوصلوا المشاعر من غير ما يتكلموا. حتى الأطفال قبل ما يتكلموا بيستعملوا حركة الحاجب للتواصل مع أهلهم. دي لغة علمية مفهومة من غير ترجمة. وفي العلاقات حركة الحاجب أحيانا